هو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. وصفه النهارده هي وصفه طويله شويه، بس من الوصفات اللي ممكن نعملها او الاكلات اللي ممكن نعملها او الحلويات اللي بنعملها، ممكن نحطها في الفريزر نطلعها كده على التسخين او تفك بس شويه كده وتبقى جاهزه معانا مع كوبايه شاي او عصير. بجد بتكون حلوه قوي. هنعمل معجنات محشيه شوكليت، اي تشكيله معجنات، بس انا بحب قوي اعمل المولتو او الفطاير المحشيه كده بحشيها شوكليت، بتكون تحفه. بالذات المولتو ده بقى يعني الاطفال هتفرح بيه قوي بصراحه، اطفال وكبار يعني فرحوا بيه جدا لان هو بجد بجد خطير. اول حاجه معايا العجينه، احلى بجد عجينه ممكن تجربوها واطرى عجينه تجربوها. معايا 1.5 كيلو من الدقيق، ومعايا نص معلقه صغيره من الملح، انا عامله كميه. ومعايا كوب من السكر، ومعايا 3 بيضات بحراره الغرفه، ومعايا معلقتين كبار من الخميره الفوريه، ومعايا 200 جرام من الزبده تكون بحراره الغرفه، ومعايا 500 جرام يعني نص كيلو من الحليب برضو بحراره الغرفه. اول حاجه هنزل الحليب بتاعي يكون بحرارة الغرفة عادي، ممكن لو دافي شوية صغيرة اوكي تمام. هنزل عليه كوب السكر، وهنزل عليه المعلقتين كبار من الخميرة. هقلبهم بقى مع بعض كده لحد ما احس ان السكر خلاص داب والخميرة يعني اختلطت مع الحليب كده. هنزل بقى بالثلاث بيضات معايا واقلبهم بقى على طول لحد ما البيض يختلط مع الحليب والسكر والخميرة وكلهم يبقى خليط واحد كده. قبل ما تضيفوا البيض عاوزين تسيبوا لحد ما الخميرة تعمل فقاعات كده وتزيد في الحجم اوكي، بس هي شغالة يعني تمام. ضفت معلقة كبيرة من الخل علشان ريحة البيض، تقدروا تضيفوا فانيليا عادي براحتكم. وضفت بقى الدقيق بتاعي 1.5 كيلو من الدقيق. تقدروا لو عايزين تقللوا الكمية للنص هتقللوا كل الكميات للنص. انا بحب اعملها كميات عشان احطها في الفريزر واطلع وقت ما انا عاوزة، بسخنها كده على طول في الميكرويف او في الفرن بتكون تحفة. هشغل بقى العجان، ممكن تعجنوها على ايديكم عادي. هشغل العجان على السرعة الاولى، وبعدين السرعة التانية لمدة حوالي 7 دقايق. اول ما احس ان العجينة بتاعتي خلاص اتعجنت، بعد 5 دقايق كده 7 دقايق هضيف بقى الزبدة بتاعتي، الزبدة اللي انا سايباها بحرارة الغرفة. ليه بقول لكم الزبدة بحرارة الغرفة؟ علشان تسهل معايا العجن وتسهل ان هي تدوب كمان اسرع. بعد 5 دقايق كده من العجن، لو انا بعجنها على ايدي بعد 7 دقايق كده بحس ان العجينة يعني خلاص لمت مع بعضها كده، هنزل بالزبدة. تقدروا يكون خليط من الزبدة والزيت، بس الزبدة بتخليها بجد حلوة قوي وطرية، بتكون خطيرة وريحتها كمان حلوة قوي. هعجن بقى بعد ما ضفت الزبدة، هعجن حوالي 3 دقايق كمان، يعني مجمل العجن كله 10 دقايق. طبعا لو على ايدينا بياخد وقت اكتر، يعني حوالي 13 دقيقة كده. في الاخر بشغل العجان على سرعة عالية علشان العجينة تلم معايا وتلم نفسها كده يعني، وخلاص ما تبقاش ملزقة في يعني في معايا في العجان، واقدر المها. العجينة بتاعتي بتلزق شوية، يعني مش هنقدر نسلكها ولا هنقدر نطلعها غير لما نكون ايدينا فيها زيت، دهنينها زيت علشان نقدر نطلعها. هنا بقى يا جماعة كانت الكهرباء بتاعتي قطعت، فمعلش استحملوني، بس ان شاء الله يكون الدنيا تمام يعني. المهم هنا العجينة بتاعتي بوريكم قد ايه هي بجد طرية وحلوة قوي، يعني طرية معايا، بس مش طرية اللي هي ما نعرفش نلمها، لا لو ايدينا مدهونة زيت او مادة دهنية عادي يعني هنقدر نلمها عادي. هنسيبها بقى تخمر. بصوا خمرت معايا وبجد يعني كانت حلوة قوي، وهي الكهرباء قطعت ويعني كان مش هكمل تصوير، بس لا بصراحة كانت الوصفة حلوة قوي، يعني لازم اشارككم بيها. بصوا بلمها بقى كده، ولازم طبعا البوكس بتاع التخمير ده، بجد قد ايه العجينة كانت ريحتها حلوة قوي، وكمان كانت حلوة وحجمها زايد كده وكان شكلها خطير. هي اخدت معايا 1.5 ساعة تخمير.
طبعا انتوا لو الدنيا عندكم ادفى او الحرارة عندكم اعلى بتاخد وقت اقل عادي، يعني ممكن تاخد معاكم ساعة. طبعا لو الحجم اقل والمقادير اقل بتاخد وقت اقل. اول ما تحسوا ان العجينة بتاعتكم والحجم بتاعها اتضاعف يبقى كده خلاص تمام، تقدروا تشتغلوا فيها. انا قسمتها لنصين لان نص هعمله فطاير والنص التاني هعمله كرواسون يعني محشي كده. اول واحدة بفردها وبعمل طبعا لو انا هشكل الكرواسون او لو انتي هتشكلي الكرواسون بيفضل ان انتي تعمليه الاول عشان تدهني الزبدة بتاعتك وتطبقيها على بعض وتسيبها في التلاجة شوية. انا هنا فردتها ودهنتها بقى زبدة. هو مش كرواسون قوي بس هو سريع كده، وفي نفس الوقت عاوزين يكون فيه توريقة كده وفيه طعم الزبدة ويكون حلو قوي. طبقته بقى على بعضه وبعدين هدهن زبدة تاني عشان لما اجي اطبق مرة كمان يبقى في النص كده زبدة، واحس بقى بالتوريقة بتاعتي كده وبجد بيكون حلو قوي. مش كتير يعني، ما تدهنوش زبدة كتير بس يعني يبقى طعمها بس باين كده. وبعدين هلفها بقى بستريتش راب عادي وادخلها التلاجة عبال مشكل اي تشكيلة انتوا عاملينها تانية او التشكيلة اللي انا هعملها اللي هي الفطاير. الفطاير شكلوها بالحجم اللي انتوا عاوزينه، عاوزينها حجم صغير تمام، عاوزينها تكون كبيرة مثلا شوية، انا عملتها الحجم بتاعها يكون يعني مظبوط كده. هنا خلاص قطعتها الحجم المناسب بالنسبة لي، ومعايا بقى الصاج او الصينية اللي انا هخبز فيها. لازم تكون يا جماعة مدهونة مادة دهنية يعني زبدة او زيت علشان العجينة معايا ما تلزقش، لان ما فيهاش نسبة دهون كتير يعني غير البسكوتات او كده مش بندهن الصاج بتاعي اي مادة دهنية، لكن المعجنات بندهنها مادة كده دهنية علشان ما تلزقش معايا. الحجم اللي انتوا عاوزينه شكلوا بيه، والطريقه اللي انتوا عاوزينها كمان شكلوا بيها. انا حاولت ان الحجم ما يكونش كبير قوي وما يكونش صغير، يعني فطيره كده تبقى حلوه وكمان محشيه شوكليت عشان شوكليت يبان فيها يعني تبقى حلوه. فاهميني يعني اللي ياخد واحده يعني يلاقيها الحجم بتاعها مظبوط. وما تنسوش كمان ان حجمها يعني بيتضاعف بعد التخمير. انا خلاص خلصت، هغطيها واسيبها تخمر كمان حوالي ربع ساعة او تلت ساعة علشان حجمها يتضاعف. ودي العجينة اللي انا كنت عاملاها الكرواسون بعد ما دخلتها التلاجة عبال ما شكلت الفطاير حوالي يعني كانت نص ساعة. الزبدة من جوه اللي انا دهنتها مسكت مع بعض شوية، حتى هتحسوا ان العجينة اتخمرت يعني شوية عن ما كنت سايباها. هبدأ بقى اشكلها مستطيلة، ممكن شكلها مستطيلة مدورة كمان وتقطعوها كده يعني مثلثات. انا شكلتها مستطيلة وبعدين مستطيلات كبيرة، وكل مستطيل هاخده من تحت كده او لفوق يعني هعمله مثلثات. وبعدين بقى هاخد كل مثلث هلفه بقى وانا بلف. خدوا بالكم ان وانا بلف بشد لورا علشان العجينة بتاعتي تتلف وتطلع بقى معايا اللفة والتوريقة دي. لو حسيتوا ان الحجم كبير، يعني انا حسيت ان حجم العجينة كبير وهيطلعهولي كبير شوية في الحجم، انا بدأت اظبط العجينة واقلل في حجمها علشان يطلع معايا اصغر شوية، لان لسه بعد التخمير هيكون كبير قوي فانا مكنتش عاوزة الحجم الكبير ده. وانا بشد كده وانا بلفها لازم اشد لورا علشان العجينة بتاعتي تتفرد وتطلع فيها توريقة ويطلع ليها كمان يعني لفائف اكتر. منساش الزق اخر طرف كده عشان ما يفكش معايا. بصوا الحجم متساوي وشكلها حلو قوي. بعد ما خلصتها اسيبها برضو تخمر حوالي ربع ساعة او نص ساعة قبل ما ادخلها الفرن. هنا بعد ما خمرت بصوا شكلها حلو قوي، يعني تعملوها بالفرشة كده تحسوا ان هي بتتهز كده معاكم. الخليط اللي انا بدهن بيه ده حليب، تقدروا تدهنوا حليب صفار البيض بس انا بحب الحليب لوحده. دهنة كده بس بسيطة. برضو الفطاير بتاعتي بصوا يعني لو رجعتوا الفيديو هتلاقوا ان حجمها كان صغير، دلوقتي ما شاء الله يعني كبرت كده وبقلصت بقت حلوة قوي.
هدخلهم بقى الاتنين رف اوسط مع بعض في الفرن على حرارة 200. يعني يفضل الفرن يكون ساخن جدا على حرارة 200 لمدة تلت ساعة او ربع ساعة. اول ما احس ان هما لونهم بقى يعني احمر كده من تحت، بقى لونه ذهبي، بخرجه على طول. اول ما بخرجها بدهنها بدهنة من الزبدة. زبدة طبعا تكون دايبة عندي وتكون جاهزة، يعني مدوباها جاهزة، لان اول ما بخرجهم من الفرن لازم اديهم دهنة الزبدة دي واغطيهم. ده بقى السر في كده، بعد ما بغطيهم يعني البخار بيدخل فيهم كده وبيكونوا طري قوي وحلوين قوي. بصوا يا جماعة بجد تحفة. هما بقوا طريين كده لما انا يعني عملت بقى وغطيتهم كده ودهنت الزبدة وغطيتهم. بجد حلوة قوي وطرية، وريحتها يا جماعة بجد بجد خطيرة، يعني بجد ريحة كانت مالية البيت. يعني المعجنات متعودين عليها في الشتاء، بس في الصيف بنحطها كده وبالليل في السهرة نطلعها نسخنها، بجد بتكون حلوة. انا بقى يعني خرمتها المولتو او الكروسو، خرمته من تحت كده، والفطاير من الجنب بأي حاجة بقى، ممكن بسكينة بمعلقة بشاليمو، ممكن يعني اي اداة تخرموا بيها عشان بس ندخل الشوكولات بتاعتنا. ده جناش شوكولاتة عادي جدا، يعني كوب من الشوكولات حطيت له نص كوب من الحليب الساخن وضفت عليه معلقة من الزبدة وقلبتهم مع بعض وسبتهم يبردوا خالص لحد ما اداني جناش شوكولاتة بيكون حلو قوي. يعني لكل كوب شوكولاتة نص كوب من الحليب ومعلقة من الزبدة، بسيبهم يبردوا يسيحوا ويبردوا، بيديني احلى جناش شوكولاتة دسم وطعمه غني وحلو قوي. بحشيها بقى وبجيب كده في الاجناب والاطراف علشان يعني اجي افتح المولتو معايا الاقيه كله بصراحة متغرق وحلو قوي. يعني بصوا بجد خطيرة، بجد تحفة. الشوكولاتة واصلة من الاول لحد الاخر، ومن اول حتة لاخر حتة فيها شوكولات. بجد خطيرة يا جماعة، بجد تحفة قوي. لازم تجربوا العجينة دي، هتعجبكم قوي. مش شرط للمعجنات دي، ممكن تستخدموها في معجنات تانية، ممكن تحشوه بدل شوكولات جبنة او اي حشوة انتوا حابينها. بس انا بحب الحشوة دي، وكمان بعد ما طلعت من الفرن ما دخلناهاش الفرن ولا الشوكولاتة نشفت ولا كده. بجد تحفة، الوصفة خطيرة، يعني لازم تجربوها وتقولي رأيكم. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.